يا جماعة، هو ايه اللي بيحصل في مصر ده؟ وازاي الشرطة المصرية بتعمل كده؟ العالم كله بيتكلم عن اللي بيحصل في مصر دلوقتي، وموقف الدول العربية تجاه مصر كان صادم، وكمان السيسي نزل قرار مفاجئ حرفيا. تعال اقولك السيسي والشرطة المصرية عملوا ايه، بس لو قلبك ضعيف يبقى ما تكملش من دلوقتي احسن. الشرطة المصرية حاليا العالم كله بيتكلم عنها، وبيقولوا هم ازاي بيعملوا كده وازاي مصر وصلت لكده اصلا. تخيل ان الشرطة المصرية خلوا الشعب عايش في امان بطريقة ما تخطرش على بال حد، وخلوا المواطن المصري في اقل من ساعتين حقه بيجيله والحد عنده. لو حد بيهددك او بلطجي في منطقتك او حتى شاب بيعاكس البنات في الشارع بيتجاب في خلال ساعتين، وبيتعلم الادب وما بيخرجش الا وهو تايب وحافظ المصحف كمان. انت عارف يعني ايه في مصر البنت ممكن تنزل في عز الليل لوحدها وهي واثقة ان مفيش حد يقدر يبص لها حتى لو ماشيه في مكان مقطوع؟ كمان المناطق الشعبيه واللي كنا بنسمعه عن اللي بيحصل فيها من قرون لحد 12 13 سنه كده من البلطجه والتثبيت وبيع المخدرات، دلوقتي الشرطه خلت الكلام ده ما بقاش ليه وجود. ولو في واحد بيبيع مخدرات بمجرد ما بتصوره بتليفونك خليك واقف في الشباك بتاعك وهتشوفه وهو بيتقبض عليه في خلال ساعتين. يا جماعه، مصر بقت اكتر دوله امنه في العالم. انت مدرك ان دول اوروبا العظمى او اي دوله تانية تيجي على بالك امانها ما بيتقارنش بامان مصر؟ اصبر، ده انت لسه ما تعرفش حاجه، ده حتى تليفونك بقى عايش في امان النيابه العامه. يا عزيزي المشاهد الجميل، النيابه العامه نزلت قرار جديد الا وهو ان لو تليفونك اتسرق تقدر ترجعه بقمه السهوله بدون ما تستعين بمحامي حتى ولا تنزل من بيتك. انت يا دوب تعمل محضر في القسم وتقدم على الموقع اللي نزلوه وتضيف بياناتك وتشوف تليفونك هيجي في خلال قد ايه وانت مرتاح على سريرك كمان. يعني حرفيا الشرطه المصريه خلت الشعب المصري عايش في امان بطريقه مش طبيعيه، ما شاء الله. يعني اصبر، ده اللي جاي بقى هيصدمك بحق وحقيقي. خلصنا دور الشرطة ونروح لدور الرئيس السيسي. تخيل يا صديقي ان حرب ايران كشفت ستر جميع الدول العربية بل والشرق الاوسط والعالم كله كمان، في عز ما حرفيا كل الدول عايشة في توتر ومعظم الدول العربية بيتم قصفها، كان الشعب المصري الوحيد اللي بيتفرج وهو نايم على سريره ومطمن. الرئيس السيسي كان بيطلع في عز ما الصواريخ الايرانية شغالة ضرب في الدول العربية ويقول اطمنوا يا مصريين، محدش يقدر يمسكم ولا يفكر يجي جنب تراب مصر، انتوا في امان، محدش يشيل هم حاجه. انت عارف يعني ايه يطلع يقول كده في وقت اسرائيل فيه حاولت تورط مصر في الحرب مع ايران اصلا؟ يعني اسرائيل نشرت مقال بالنص قالت فيه مصر كانت عارفه بموعد ضرب ايران، وقبل ما مصر ترد ايران ردت وقالت اسرائيل بتكذب وعايزه تورط مصر في الحرب. لكن ده مش هيحصل لان مصر دوله شريفه والوحيده اللي ايديها مش ملطخه بدماء اي دوله تانية. يا صديقي، ده مصر الوحيده في الشرق الاوسط اللي اتوسطت في حرب ايران لانهائها، وهي اللي خلت المفاوضات تحصل اصلا، ومن بعدها باكستان اتدخلت معاها، لكن اصلا المفاوضات مين اللي عملها؟ مصر. والدول العربية كلها بالكامل فخورة بمصر دلوقتي، ودول الخليج وصل بيهم الحال ان اي شخصية ايا كان ايه مركزها لو طلعت اتكلمت عن مصر بكلمة وحشة بيتم القبض عليه في قلب الخليج. انت مدرك مكانة مصر وصلت لدرجة ايه؟ انت بجد مستوعب اللي قلته لك؟ عشان كده انا دايما بقول تحيا مصر بكل فخر وعزة نفس وشرف وكرامة، برئيسها الأب الروحي العظيم وجيشها الجبار وشرطتها الخارقة. اللي شفناه النهاردة مش أول مرة مصر تعدي بلحظة فيها غموض وقوة بالشكل ده، علشان كده خلونا نرجع شوية لورا ونشوف حكاية وغموض أكتر في تاريخنا. استنونا. ماضينا مليان أسرار وشخصيات غيرت مجرى بلد كاملة، ومن هنا نرجع آلاف السنين لورا ونحكي قصة امرأة من أغرب وأقوى ستات حكمت مصر، إنها الملكة نفرتيتي. تعالوا نشوف مع بعض ونعرف أصل الحكاية. كانت أقوى امرأة في العالم القديم ثم اختفت كأنها لم تكن. مصر القديمة منذ 3300 عام، امرأة نشأت في أعمق قصور الفراعنة حيث الذهب والسلطة هواء يستنشق. اسمها كان نفرتيتي الجميلة. جاءت، هذا ما يعنيه اسمها بالمصرية القديمة، لكن ما جاءت به كان أكبر من أي جمال. تزوجت الفرعون أخناتون، وأخناتون أعلن ما لم يجرؤ عليه أحد: لا رب إلا آتون ولا كاهن إلا أنا. الكهنة ثاروا، المعابد أغلقت،
لكن نفرتيتي لم تقف في الظل، ظهرت على جدران المعابد بحجم الفرعون تماما. قال لها كبير الكهنة: أنت تدمرين ما بنته الأجداد. فردت بهدوء: ما بنوه كان قيدا لا دينا. ثم جاءت السنة 12 من حكمه، وتوقفت النقوش. اختفى اسمها من كل جدار وكل سجل، كل أثر، كأن يدا قوية محتها. قيل أنها ماتت، قيل بل طردت من القصر. لكن علماء المصريات اليوم يعتقدون أنها لم تختفي أبدا، بل غيرت اسمها وأصبحت فرعونا. فرعونا حكم مصر بهيئة رجل، تحت اسم جديد وتاج جديد، قبل توت عنخ آمون، قبل أن يعيد الكهنة كل ما هدمت. لم تعثر على موميائها حتى اليوم، كأنها قررت أن تختفي بنفس الإرادة التي حكمت بها. لا أثر، لا نهاية، فقط سؤال. أقوى الناس لا يختفون لأنهم كسروا، يختفون لأن العالم لم يكن جاهزا لهم بعد. نفرتيتي لا تزال هنا، في كل وجه رفض أن يمحى. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستنانا كل خميس الساعة 8 مساء إن شاء الله. في أمان الله.